السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. هنايا جيت نشارك معكم واحد الطاغط ديال اللوز والكنافه اللي كتجي زوينه الصراحه. هنايا مشيت عند بنت خالتي ولقيتها كتوجدها عندها واحد المناسبه، ايوا وقلت علاش لا نوض نشاركها معاكم. اغتنمت الفرصه وقلت تشوفوا الطريقه ديالها، صراحه كتجي زوينه. هنا خدات الكنافه اللي قطعتها مزيان كما كتشوفوا، هي باقا كتحل فيها، ودارت معاها تقريبا شي 3 المعالق ديال الزبده وشويه ديال الزيت. 3 المعالق ديال الزبده وجوج معالق ديال الزيت، ودخلاتهم فيها مزيان وبقات كتحل فيها هكا كما شفتوا حتى يدخل داك الزبده والزيت في الكنافه وتلبى مزيان. هنايا كديرها في داك المول اللي دارت هي. هنا راه من قبل حلاها وعاد ودارت لها الزبده والزيت وعاد دارتها في هذا المول اللي غاديه تقدم فيه. صافي هنايا خدات واحد الكاس وبدات كتضغط عليها مزيان باش تقاد لها السطح ديالها. كدير ليها غير من الوسط، كتقادها غير من الوسط، اما الجناب غادي تخليهم هكا واقفين. المهم نتوما تابعوا معايا الفيديو غادي نشوفوا راه جات الصراحه زوينه وبنينه، الله يعطيها الصحه. هكا نتوما شفتوا كتخلي دوك الجنيبات كتوقفهم هكا وكتقاد غير الوسط اللي تقادو بداك الكاس باش تبسطوا مزيان. شوفوا كيفاش كدير ليه غير بالكاس هكا. وهنايا المقادير اللي غادي دير، كاينين هنا 2 ديال البيضات، هذاك الحوش هو اللي غدير الوسط. كاينين ديال اللوز، كاينين 2 بيضات كما شفتوا. انا جيت شاركت معكم داكشي ديريكت دارت 2 بيضات. وهنا كاين اللوز ها هو مهرمشاه، وكاينه سنيده، وكاينه واحد الساشيه ديال فاني غديرها غتنسم بها، وكاين الساشيه ديال الخميره الحمراء هذيك ما غديرهاش كما كامله، راه حاله منها، غدير منها تقريبا معلقه صغيره غير شويه. شفتوا كيفاش راه حاله منها واخده منها، وداك الشيء اللي بقى دارته. وهنايا غادي دير سنيده، غدير 2 معالق، 3 المعالق عفوا. اللي بغى يزيد يزيد، اللي بغى كيبغي الحلاوه يزيد، ولكن هي هذا القياس اللي دارت الصراحه جات زوينه حيت انا دقتها. دارت هنايا 2 بيضات وسنيده وفاني ومعلقه صغيره د الخميره. وهنايا الزبده دايبه، انتم شفتوا شحال دارت 2 معالق ديال الزبده، شويه زادت كملات 3. هنا غدير هذاك اللوز اللي محمر مهرمشاه، ما مطحونش مزيان غير مهرمش. صافي هنايا طربات هذاك البيض وداك الشيء هو الاول. صافي ومنين جابت اللوز، حيت هو اصلا اللوز مهرمش ما عندها ما طحن فيه، صافي غير زادته على داك الخليط اللي طحنات واللي وريتكم. صافي وحركات مزيان. هنا غتزيد واحد معلقه ونص كبار ديال دقيق الفور ترطب. صافي وغادي تخلط مزيان هادشي حتى يدخل كل حاجه تدخل مع بعضياتها. وديك الساعه غادي ديروا فوق هذيك الكنافه اللي دارت في داك المول. نتوما شفتوا صافي غديرها في ديك الكنافه، راه جات الصراحه زوينه ومعلكه. صافي غتبسطها كامله في داك فوق الكنافه. داكشي علاش خلات جليبات باش ديرها غير الوسط. صافي غتدوزها كامله هكاك على ديك الكنافه مزيان حتى تقاد الفورمه اللي بغات. عفوا سمحوا لي ضربني شويه البرد صافي غتقادها هكا. جات الصراحه زوينه، انا صراحه عجباتني، كليت منها عجباتني.
صافي من بعد ما غادي تقاده هكا نتوما تشوفوا غادي دير لها تزيين، غادي تزينها غتقاده وتزينها عاد تدخلها للفران. غدير لها هنايا الكركاع، طريفات ديال الكركاعه مقسومه على جوج وكديروا الطريفات هكا. كما شفتوا غادي دير معاها اللوز ايفيلي، غدير هادشي عاد غتدخلها للفران غيطيب معاها. اصلا هي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت باش طيب، حيت غير الكنافه دا غير كطيب، وداك الخليط اللي دايره الوسط حتى هو دا غير كيطيب فيه غير البيض. صافي هنايا دير كملات الكركاع وغدير اللوز ايفيلي، ما محمر ما والو، غديروه خضر حيت عاد غادي تدخلها للفران وباش يطيب كلشي. وتحاولوا ما تجهدوش عليها الفران باش ما يتحرقش هادشي. دارت حتى الزبيب، الا بغيتو ديروا ديك الفواكه المعسله ديروها، عرفتوهم دوك الفواكه المعسله داك الخضيضرين والحمرين، الا بغيتو ديروهم راه كيديروهم. هي فضلات دارت الزبيب. المهم التزيين يبقى اختياري ليكم، بغيتو ديروا الزبيب ديروه، ما بغيتوش ما ديروهش. صافي هنايا كتقادها مزيان باش تدخل الفران، داغي كطيب الصراحه وكتحمر الوجه كتجي زوينه. ها هي شوفوا الشكل ديالها، ها هي هنا من بعد ما خرجت من الفران شفتوا كيفاش جات محمره. راه غادي ندهنها بالعسل من الفوق. هنايا غدهنها بالعسل، هانتوما كما كتشوفوا كدهنها بالعسل وهي باقا سخونه، يلاه كتجبدها من الفران كدهنها بالعسل. هنا كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما شربات هذاك العسل، جات غزاله الصراحه. نتمنى انكم تجربوها وبسلامه.